السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أحلى متابعين، نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وبصحة وعافية إن شاء الله. اليوم نقترح عليكم جوج ديال الوصفات: الكبدة مشرملة والمادلين كيف ما طلبتوا مني. كيجيو رائعين وبكمية وفيرة ما شاء الله، وخفاف ومهوين كالقطن، ما تشبعوش منهم. حضروهم لوليداتكم، علاش لا ما يديهمش معاهم في لانش بوكس ديالهم، او تحضروهم للفطور او الكوتي او تديهم للناس، علاش لا. وكذلك هاد الكبده المشرمله ديال الدجاج كتجي رائعه ولذيذه، وما كتجيش نهائيا في هذيك الزفوره، خصوصا بعض الاخوات كيتشكاو من هاد النقطه هذه. نتمنى انكم تتابعوا الفيديو باش تعرفوا على جميع الاسرار لنجاح هاد الوصفه هذه. بسم الله على بركة الله. حاجتنا في 3 ديال البيضات بدرجة حرارة المطبخ. جميع المكونات كتكون بدرجة حرارة المطبخ باش كتجينا الوصفة ناجحة. كنضيف لها القليل من الملحة، وكنبدا نضرب البيض بهذا الشكل هذا. دائما الكيك فهو كيبغي التضراب ديال البيض، اهم حاجة باش كيطلع لكم وكيجي الكيك ديالكم مهوي دائما. كنبدا نضرب فيه بهذا الشكل هذا، ومن بعد كنبدا نضيف ليه كاس الا ربع ديال السكر سنيده. فانا ما كنضيفش السكر سنيده باش ما كتجينيش هاد لي مادلين هادو حلوين بزاف. كاس الا ربع فهو كافي. كنبدا نضيف بشويه بشويه وانا كنخفق جميع المكونات. يمكن لكم ديروا الفوي او يمكن لكم تخدموا البغا ميكسو كيف ما كتشاهدوا. فاهم حاجه كنضرب البيض، ومن بعد كنضيف ليه كاس ديال الزيت النباتي طبعا. بعد ما كتندمج لي جميع المكونات كنزول هذاك البغا ميكسور، وكنضيف جميع المكونات اللي بقى عندي كيف ما تشاهدوا في لا فيديو. طريقه سهله ومكونات ابسط. كنضيف هاد الياغورت ديال الفاني، وكذلك نص كاس ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال بودره الحليب، و2 معالق كبار ديال الكوك يكون نوعيه مزيانه. انا استعملت هاد الفاني، كيف ما يمكن لكم تستعملوا اي فاني عندكم ماشي مشكل. هي صراحه النوعيه دي كتزيد تعطي واحد المذاق احسن من هذوك لي ساشي ديال الفاني. كنخلط جميع المكونات كيف ما شاهدتوا، ومن بعد كنبدا نضيف الدقيق. عندي تقريبا 3 كيسان ونص. كنبدا نضيف كاس بشويه بشويه وانا كنغربل. وكنضيف كذلك واحد 2 اكياس ديال خميره الحلويات، اي 16 غرام بيكن باودر، وحتى هي كنغربلها. وكنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه وانا كنغربل حتى كنحصل على القوام المطلوب. كيف ما لاحظتوا فاحنا ضفنا الياغورت وضفنا الحليب السائل وضفنا الحليب كذلك بودره. تقولوا علاش ضفنا هاد المكونات كامله؟ يمكن لينا نستغناو عليهم ونضيفوا مكون واحد فقط، ولكن صدقوني الا ضفتوا الحليب بودره فكونوا اكيدين غتحصلوا على واحد الكيك اللي هو رائع ولذيذ اول حاجه، وحتى اللون كيعطينا واحد اللون اروع منه ما كاينش. الصراحه هذا هو السر النجاح ديال لي كيك. الا استعملتوه اول مره فتوليو معتمدين دائما تضيفوه في اي حاجه كنضيفوا ليها الحليب بودره، كتزيد تعطينا مذاق اروع ولذه كذلك. وهذا من باب التوضيح فقط. الا وصلتوا حتى لهنا ما تنسونيش من البصمه ديالكم اللي كتدل على حبكم وتشجيعكم الدائم والمستمر. ولا عجبكم بطبيعه الحال لا فيديو شاركوه مع الاهل والاصدقاء بجميع مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائده، وهذا فضلا وليس امرا. شكرا لدعمكم وشكرا لتشجيعاتكم الدائمه والمستمره. تبقى عندي هاد نصف كاس ديال الدقيق غنضيفو باش نحصل على القوام المطلوب. وكنخلط جميع المكونات كيف ما شاهدتوا غير بالفوي. في الاول استعملنا البغا ميكسو. هذاك البغا ميكسو الصراحه فهو المساند ديالي الرسمي في المطبخ، كيساعدني بزاف بزاف في اي حاجه كنخدمو. كنخلط جميع المكونات بهذا الشكل هذا. كيف ما كتشاهدوا القوام هنا راه ماشي خفيف وماشي ثقيل بزاف، هذا هو القوام المطلوب. كنضيف ليه واحد المعلقه ديال الخل، وكذلك واحد المعلقه كبيره ديال المربى السائل. الا ما عندكمش فكتضيفوا الناباج. علاش كنضيفوا حنا هاد المربى او الناباج؟ فكيعطينا واحد اللون اللي هو زويون صراحه. الا ضفتوا العسل فهتجيكم الكيك او المادلين من الداخل اللون ديالهم شويه بني. فانا كنحبذ ان يكون يا مربى او ناباج. بعد ما خلطت الخليط كنخليه يرتاح تقريبا واحد نصف ساعه جانبا بلا ما توضعوه في الثلاجه، خصوصا دابا الحال بارد.
ومن بعد كناخد هاد القوالب ديال لي مادلين. يمكن لكم تستعملوا ديال السيليكون او هذه الحديديه، كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. اهم حاجه كدهنوهم بالزبده، فانا ما كندهنهمش بالزيت لان الزبده كتعطينا اول حاجه اللون ومذاق وكيتزولوا لنا بسهوله. ومن بعد كنرش عليهم الدقيق وكنزول الفائض ديال الدقيق. وبعد ما ارتاح ليا الخليط ديال المادلين كناخذو وكنوضعوه في الجيب الحلواني كيف ما يمكن لكم تستغناو عليه، وتهزوه غير بالمعلقه وتوضعوه في القوالب ديالكم. باش كنوضعوه في القوالب فانا ما كنعمرش القوالب، كنوضع كميه لا باس بها وكنخلي فين تطلع ليا العجينه او باش ما كتفيضش وتلتصق ليا. فهاد الاثناء كنكون مسخنه الفران على 200 درجه، كندخل الطاوه ديالي وكنقص على 160 درجه حتى ل 170، كتكون الحراره شاعله من الفوق ومن التحت. وكنوضع الطاوه ديالي في الرف شويه الفوق باش كتكون ملامسه السطح الفوقاني باش كتطلع ليا وكتحمر، وكذلك حتى من التحت راه كتحمر كتكون واصلها الحراره. الا عندكم الفران اللي فيه المروحه فيمكن لكم تستعملوه حتى هو، كتجي فيه صراحه زوينه تقريبا حتى هو بنفس الحراره 160 حتى ل 170. وكناخذ السكين وكنمروا بهذا الشكل هذا وكندخلهم وكنخليهم حتى كيتحمروا كياخذوا ليا داك اللوين الذهبي، وكنخرجوهم بالصحه والعافيه. وهادو بعد ما خرجتهم فهو مازال سخان كنقلبهم بهذا الشكل هذا، فهما ما كتخافوش انهم يلصقوا لكم الا استعملتوا الزبده ورشيتوهم كذلك بالدقيق. وتزولوا الفائض باش ما كتجيكمش الوجه ديالها عامر بالدقيق. كيف ما كتشاهدوا كيجيو رائعين وخفافين ومهوين تماما بحال اللي كتاخذوهم في المحلات التجاريه الكبرى، كيجيو مفشفشين من الداخل. فيمكن لكم تزينوا بهم حتى الاعياد الميلاد، كتجيبوهم بحال الشكل ديال الهرم وكتزينوهم بالشكلاط كيجيو واحد المنظر رائع، او تقدموهم في لي بلاطو حتى هما، او يمكن لكم تعمروهم كيجيو اروع من الرائع. دابا ننتقلوا للمخيمرات اللي معمرين بالكبده مشرمله. فهنا المخيمرات بعد ما طابوا ليا كيجيو بهذا الشكل هذا مهويين من الداخل. فانا صراحه ما بغيتش نكون نديرهم رقاقين بزاف لان هادو بغيت نفطر بهم، فلهذا خليتهم شويه فيهم البابه. كناخذ هنا بصيله تكون شويه كبابره وكنضيف ليها الزيت النباتي او الزيت ديال المائده، وكنضيف واحد الثومه محكوكه وكنخلي البصله والثومه حتى كتقلى مزيان وكتنزل ما كتبقاش مع عاصيه لينا كيف ما شاهدتوا بهذا الشكل هذا. ومن بعد كنضيف ليها الكبده اللي عندي مغسوله مزيان ومسقطره ومقطعه كذلك. صدقوني الا جربتوا هاد الحشوه هذه فكتجي رائعه ولذيذه، اعتمدوها حتى في رمضان ان شاء الله في الاطباق ديالكم والمخيمرات، صراحه كيجيو رائعين. كنضيف هكا الكبده وكنبقى نشحرها شويه، من بعد كنضيف ليها التوابل. السر اللي غيجيكم ان ما كتجيش هذيك الزفوريه ديال الكبده، خصوصا بعض الاخوات كيتشكاو من هذه النقطه هذه بزاف انها كتجيكم مزفره، ولكن الا ضفتوا ليها التوابل هذه كونوا اكيدين تجيكم لذيذه ما تشبعوش منها. كنضيف القليل من الملحه وكذلك البزار سكينجبير وواحد شويه ديال الخرقوم، غير شويه ما كتكتروش منه. وكنضيف كذلك الكمون والتحميره او البابريكا. كنشحر كل شيء على نار هادئه وكنخليهم حتى كطيب ليا ديك الكبده مزيان، ما كتبقاش تطلق ليا الماء او الدم، كتكون ناشفه كيف ما شاهدتوا. ومن بعد كنضيف ليها الحامض مقطع مصير والربيع مقطع حتى هو. السر باش تجيكم هو داك الحامض وكذلك الهريسه كنضيفها، كتبقى على حسب الاختيار ديالكم، وواحد القليل من الخل باش ما كتجيكمش ديك الزفوره. السر ديالها هو سكينجبير وثاني حاجه هو الخل
وثالث حاجة هو الحامض مصير. هاد الثلاثة هادو فهما كيزولوا لكم تماما هذيك الزفورية، وكتجيكم الكبده ديالكم مشرمله ولذيذه. يمكن لكم تحضروها حتى الاطباق هكا وتاكلوها كمقبلات، علاش لا. بعد ما زدت الحامض مصير مقطع وكذلك الربيع والقزبور مقطعين بهذا الشكل هذا، كنزيد نشوحهم او كنزيد نشحرهم شويه. كيف ما شاهدتوا فانا كنحاول نبسط الكبده باش طيب ليا كلها، ما تبقاش ليا بلاصه طايبه وبلاصه خضراء، وكنقدموها بالصحه والسلامه وكلوها بصحتكم وراحتكم. وان شاء الله تجربوها وكونوا اكيدين انها تعجبكم وتولي معتمده عندكم ان شاء الله باذن الله. كنبقى مستمره وكنحطها هكا جانبا بعد ما طابت ليا جميع المكونات. وبالنسبه للهريسه فكتبقى على حسب النوعيه اللي استعملتو والكميه ديال الحرور اللي كتبغيو في الاكل ديالكم، واش حار ولا لا. غير هو واخا تكونوا ما كتبغيوش تضيفوا واحد النغيزه، فهي الصراحه كتجي لذيذه ورائعه ما تشبعوش منها. جربوها بطريقتي وحكموا من بعد. وهي مازال سخونه كناخذ المخيمرات. انا عندي هنا حجم كبير، الا عندكم هذوك المخيمرات الصغيورين كان بها، ما عندكمش كتاخذوا المخيمرات وكتقطعوهم بهذا الشكل هذا بالمقص. ودابا غننتقلوا باش نعمروا هاد المخيمرات هادو اللي الصراحه كيجيو رائعين ولذاذين، انا من عشاق ديالهم. بالنسبه للكبده كتبقى على حسب الاختيار ديالكم، كترو قلو. انا صراحه كانت عندي واحد شويه قلت علاش لا، كنحضر اللهم نشارك معكم هاد لا فيديو هذا. ومن بعد كنضيف بعد ما خديت الكبده وسرحتها مزيان هذاك المخماره، كناخذ الخس اللي كيكون مغسول مزيان ومقطع ومنشف وكنوضعوه في الوسط. الصراحه كتجي هذيك القرميشه ديال الخس مع الكبده والمخيمرات رائعين ولذاذين. ان شاء الله تجربوهم وتعجبكم الوصفه باذن الله. كنبقى مستمره حتى كنكمل الكميه ديالي وكنقدموهم بالصحه والسلامه. ان شاء الله هاد الفيديو ينال اعجابكم، وكذلك هاد لي مادلين كيجيو رائعين اللون وحتى المذاق والتعليكه يا سلام. وصلت الختام ديال الفيديو، ما سخيتش بكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده بحول الله وقوته. استودعكم واترككم في حفظ الله ورعايته.